القصة بتبدأ مع أميمة، ست في الخمسينات، عاشت حياتها كلها في الحارة الشعبية في شبرا. جوزها مات بدري وساب لها بنتها مها عندها 15 سنة. البنت دي كانت هي كل ما تملك، بس بدل ما الأم تحافظ عليها وتربيها صح، الطمع قلب عقلها. أميمة كانت ست صعبة وقلبها ناشف، دايما بتفكر في الفلوس أكتر من أي حاجة تانية. مع مرور الوقت الديون كترت عليها، والبيت بقى محتاج مصاريف. بدل ما تشد على نفسها وتشتغل، راحت تفكر في طريق تاني خالص، طريق الحرام. مها كبرت وبقيت شابة جميلة، وده اللي خلى أمها تشوف فيها الفرصة. في الأول بدأت بالكلام: اسمع يا بنتي، الدنيا دي غابة، واللي معهوش قرش ما يسواش حاجة. الجمال اللي ربنا اداهولك ده ما ينفعش يضيع كده، لازم نستفاد منه. ما اتصدمت، مش مصدقة ان امها بتقول كده. رفضت وعيطت وقالت: ازاي يا امي، ده عيب وحرام. لكن امها ما بطلتش ضغط، كل يوم نفس الكلام ومعاه تهديد: يا تعملي اللي بقولك عليه، يا اما ارميكي في الشارع. شوية بشوية مها ضعفت، والظروف قاسية، وأمها ما بترحمش. في يوم الأم أخدت بنتها وعرفتها على ست تانية تشتغل في القوادة. ومن هنا بدأت الحكاية المظلمة. مها دخلت الطريق غصب مها دخلت الطريق غصب عنها، الأول بدموع وعياط، بس بعد كده الدنيا جرتها زي ما الأم كانت عايزة. الأم ما اكتفتش، دي كانت هي اللي بترتب المواعيد وتاخد الفلوس من الزباين، والبنت ما بتاخدش غير ملاليم. الجيران بدأوا يشكوا، البنت اتغيرت ولبسها اتغير، والفلوس بقيت تدخل وتخرج كده بيتهم بشكل غريب. لحد ما يوم حملة من المباحث، كانت من مباحث الآداب، نزلت على البيت بعد ما وصلت لهم بلاغات. الشرطة لقيت كل حاجة، وشافوا بعينيهم ست كبيرة بتدفع بنتها للحرام علشان الفلوس. اتقبض عليهم هما الاتنين. في التحقيق الأم اعترفت وقالت: اه يا باشا، أنا عملت كده، أنا محتاجة فلوس. لكن البنت فضلت تعيط وتقول: أنا ماليش ذنب، أمي هي اللي ضيعتني. القضية دي انتشرت في الجرايد، قلبت مصر كلها. ازاي تبقى هي السبب في خراب وضياع بنتها؟ والحكم كان قاسي. الأم حكم عليها بالسجن المشدد، والبنت راحت مؤسسة عقابية لإعادة التأهيل. والقصة دي ليها عبرة كبيرة، إن الطمع ممكن يخلي الأم تبيع ضناها، وإن أي حد يختار الطريق الحرام نهايته سودة مهما حاول